تأسست الجامعة الأمريكية عام 2007 في مدينة السليمانية، إحدى أجمل مدن العراق، موطن لجامعة لم تشيد من الرخام بل من الأمل والإيمان. يأتي الطلاب من كل أنحاء البلاد ومن مختلف الأديان والأعراق، يجمعهم وعد واحد أن التعليم يمكن أن يغير حياتهم، ومن خلاله يحققون أحلامهم. من تلك البدايات المتواضعة نمت الجامعة الأمريكية في السليمانية لتصبح مجتمعاً أكاديمياً مزدهراً يضم أكثر من 1400 طالب و23 برنامجاً دراسياً مختلفاً وهيئة تدريسية متميزة من شتى أنحاء العالم. هنا لا يتعلم الطلاب ماذا يفكرون بل كيف يفكرون. تكرس الجامعة قيم القيادة والنزاهة والبحث المستمر، فهي لا تمنح شهادات فقط بل تصنع مواطني المستقبل. في كل عام يكون حفل التخرج احتفالاً بالإنجاز والصمود والتحول، واليوم يترك ما يقارب 2200 خريج من الجامعة بصمتهم في إدارة الأعمال والتكنولوجيا والسياسة والفنون والمنظمات الدولية. هؤلاء الخريجون لا يحملون شهادات أكاديمية فحسب، بل يحملون أيضاً حساً بالمسؤولية لخدمة مجتمعهم وإيجاد الحلول المبتكرة وقيادة التغيير. هذه الجامعة العريقة ليست مجرد حرم جامعي، إنها ساحة للحوار والتكامل. فمنذ عام 2013 أصبح ملتقى السليمانية الذي يستضيفه معهد الدراسات الإقليمية والدولية في الجامعة واحداً من أبرز الملتقيات في الشرق الأوسط، حيث يجمع القادة السياسيين والدبلوماسيين والمفكرين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أكثر القضايا إلحاحاً في المنطقة. رسالة الجامعة الأمريكية في السليمانية هي تعليم يواكب العالم، ليس فقط في قاعات الدرس بل في ساحة الأفكار. وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي في العالم، تم تأسيس مركز للذكاء الاصطناعي، إذ تستثمر الجامعة في المعرفة لتقديم أفضل الفرص للطلاب لتأمين مستقبلهم. الجامعة الأمريكية في السليمانية هي مصنع القادة والمبتكرين، ووعد دائم بأن التعليم يمكن أن يكون أساساً ليس فقط لمستقبل مهني بل للسلام والتقدم والمصير المشترك في العراق والمنطقة.